السلام عليكم، معاكم أحمد اليحيوح عضو نادي الهواة بالطيور. طبعا اليوم جينا هني شفنا مثل ما تقولون معرض الحمام اللي هو الكشكي، احنا نسميه السلفر بس هو الكشكي بالنسبة لهم هم هني. اليوم مثل ما تقول هذه المجتهدين الشباب كلهم اللي هو فهد الكياي ويا السراج وربعهم كلهم منظمين هذه الدورة. هم يعني ايش اقول لك، قبل لا يصير عندنا دورتنا مالت النادي ان شاء الله، وهم مجتهدين وقاعد يحضرون نفسهم حق الدورة اللي هي مالت النادي ان شاء الله. وعساكم على القوة ان شاء الله موفقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم محمد خميس العيساي من دولة الامارات العربية المتحدة، مشارك اخواننا وحبايبنا معرض الكياي، وياكم الاعلامي لايف العيساي، ومشاركينهم في حفلهم وجايين متعنيين من دولة الامارات عشان نشارك هذه الفرحة، والفوز واحد والله يقويهم وفالكم الناموس وعساكم على القوة ان شاء الله دايم. متى تعزمونا بالامارات؟ ان شاء الله مرة حياكم في اي وقت. عين فراش وعين غطاء. اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم مطر الجابري المسمى بنيوهر من سلطنة عمان. حضرنا في البطولة وشاهد الله ان الجماعة ما قصروا من بداية دخولنا الكويت اللي هي بلادنا إلى هذا اليوم، واللي صدمنا بأمانة. نحن جايين لبطولة كيان، فاجأنا أن عرس خليجي، فاجأنا أن مجموعة من دول الخليج شامل جماعة حاضرين ومتميزين لدرجة نحن الحكم نعرفه سابقا، لكن أجى ووقف في بعض الأجزاء وثنى أول شيء على الشباب، ولدرجة إبهاره طلب منهم ترتيب الطيور لمرة ثانية، وثنى على الشباب مع أنه حكم صعب، حكم مش بسيط، وقال لهم استمروا إلى الأمام. بالأمانة يعني 26 مربي طيور فوق قريب ال 200 طير، دعم لا محدود من الشباب، وقفوا مع الكل. المشاركة من الكويت وبرع الكويت، قالوا البلد بلدكم والتنظيم تنظيمكم والأرض أرضكم، وهذه مبادرة بأمانة ترفع لها القبعة. شاكرين الجماعة على هالجهود المبذولة، وتنظيم جيد راقي راقي راقي. ونجاح البطولة مش بالكؤوس ولا بالمادة، نجاح البطولة بمشاركة الشباب اللي مشاركين فيها بالعدد الهائل بأمانة. يعني لما تلف الكاميرا تنبهر من هالمجموعة من الشباب، من النوعية الكواليتي. فنسأل الله أنه يوفقهم وييسر لهم أمرهم وين ما كانوا وإلى الأمام إن شاء الله. هذه بداية المسار، لكن يقولوا لك نحن نجهز للبطولة القادمة للسنة القادمة في مفاجآت، قالوا نحن بنعلنها من هذه السنة للسنة القادمة. فهذا الموضوع مش بسيط أبدا، وفي جهود وضغوط عليهم غير طبيعية. فنسأل الله من التوفيق والتيسير ثاني مرة، يعطيكم الصحة والعافية، وشاكر لكم بأمانة على هذا التنظيم الرائع والراقي والمميز. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المربي عبد الله السراج. طبعا اشكر كل من حضر اليوم معرض اليوم من الخليج، من قطر، من الامارات، من عمان، من البحرين، ما قصروا للامانه. شلون كذي بالصدفه؟ بالصدفه. How do you differentiate between each bird? We have standard احنا عندنا ستاندرد نمشي عليه. and I check first most important things for standard. في البداية هو يركز على أهم النقاط الأساسية للستاندرد. If some part of the standard is not okay, إذا كانت في نقاط is mistake. تعتبر خطأ. And when I remove all with mistakes, ويوم يطلع الطيور اللي فيها أخطاء starting checking the small things. يشيك بعدها على الأفضلية. Eye, head, مثلا العيون wings, والرأس legs, والجناح والأرجل. and this is very strong group, تقول الطيور المجموعة الموجودة مجموعة قوية، very strong, وايد قوية. really very strong group. يردك طيور قوية ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم سامي مطر من البحرين. ما قصروا الشباب، دعونا
أعطونا دعاوي خاصة وحضرنا ندعم معرضهم للأمانة. معرض جدا جميل وترتيب وتنظيم ممتاز. ما شاء الله المشاركين من الخليج كله، من البحرين، من الإمارات، من الكويت. الطيور ما شاء الله مستواها جدا راقي وتعكس ثقافة المربيين الموجودين. وأشكر ديوانية الكياع على تنظيم هذه البطولة واستضافة الشباب كلهم، ويعطيكم ألف عافية. والله المستوى لحد الحين ما خلص التحكيم، بس إن شاء الله في خامات تبشر بخير وطيبة إن شاء الله. الله يوفق الجماعة والشباب إن شاء الله. It's important to catch any pigeon in the hand. يقول من الضروري انك انت تمسك كل طير لحاله، تمسكها بيديك عشان تفتش فيه. And which is wrong, والطير we remove it. خطأ يتم استبعاده. Yes, I give it. السلام عليكم، معكم بدر النوخذة من الإمارات. طبعا في البداية أشكر ديوان الكياي على تنظيم هذه البطولة والتجمع هذا الجميل. وما شاء الله الشباب مجتهدين الكل في الإنتاج، وما شاء الله في طيور يعني باين التقدم، يعني كل سنة عن سنة في تغيير، كل سنة عن سنة في تغيير. وأناشد جميع مربين الكشكي دول الخليج بشكل عام، أي معرض يصير في أي دولة لازم الكل يحضر، لأن حضوره بحد ذاته دعم، وهو اللي يساعد نجاح هذه الفصيلة. ويعطيهم العافية جميعا، وإن شاء الله للأفضل دائما. Now introduce yourself to them. My name is Dobroslav Dobrev Dodo. I'm 44 years old. I professional care for pigeon 17 years. دودو 17, yes. من يوم عمره 17 وهو رجل. Also, I be Until now the birds that you are kicked out. What Why? was the reason? to who? Which exactly? أي طير فيهم؟ Give me. Okay. Second one open, but Show me when I did. Ask me. السلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية، وياكم عبد الله الغربال من مملكة البحرين. والله اليوم ما شاء الله الكياك ما قصروا، نظموا بطولة حلوة قوية، طيور تنافس، أبطال من دول الخليج ما قصروا. مثل ما أنتم شايفين تنظيم فوق الممتاز، طيور قنابل أقواي. اليوم التنافس صار كلش محصور، الطيور كلها أبطال، الله يبارك لهم ما قصروا، تنظيم كلش عالي. وألف مبروك نجاح المعرض، من أفضل إلى أفضل إن شاء الله. شنو يميز الكويت عن غيرها؟ اذا في شيء حلال الكويتي؟ والله الكويت أحبه تلم الكل، فيها أبطال وفيها مستويات لمة الخليج كامل، وإن شاء الله من معرض إلى معرض وأفضل إلى أفضل يا رب. شاورمتهم مو حلوه؟ لا شاورمتهم مو حلوة. What do you see something different in Kuwait that you didn't see somewhere else? I come for first time to Kuwait, والأول مرة يحضر الكويت. but I be judge in Emirates, in Bahrain, حكموا في الإمارات وفي البحرين. and what I see new. Too much people. Too much people in the show. الشباب. Too much. In Emirates not too much. يقول في الإمارات. Also in Bahrain not too much. والبحرين ما في وايد. That's true. That's true. Because here they love the hobby and they support each other. Most of them are breeders from Oriental, Frill. Okay, but come, understand. Hey. But I not have too much time. I not have too much time to go here. From airport I come to the hotel, and from hotel here not have time. المطار لين السكن وعلى طول يعني. But I'm come in the night. واصل المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد بن عبد الله القحطاني، رئيس رابطة شباب قطر لوات حوام الزينة. هاي أول مرة أنا أحضر بطولة الكياي الثانية، ما حضرت الأولى.
لكن ما شاء الله البطولة تنظيم جيد، يبين على الإعداد كان واضح، الطيور ممتازة سواء الستاندر أو الكشكي. صراحة نشكر القائمين على البطولة ما قصروا، والتجمع ما شاء الله يعني تجمع كبير شباب خليجي. يعني اللي لفت انتباهي ان التجمع كبير من شباب الخليج، وهي لفتة طيبة من اخواننا المنظمين بالدعوات وبالاهتمام بالتنظيم. نشكرهم، وان شاء الله البطولة تستمر، وان شاء الله ترتقي من سنة الى سنة، وبالتوفيق للجميع يا اخوي. من متى تربي حمام؟ والله انا مش قديم، يعني من 2009 تقريبا. شو اللي حببك في الحمام؟ والله احنا يعني في الصغر كنت اربي حمام، يعني كنت انا واخواني الكبار، عقب انقطعنا فتره، وبعدين خلاص توفرت عندي عزبه وبديت ارجع اربي حمام. يعطيك الف عافيه. ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله، وراح نرسل لكم دعوات ونبي نشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عادل من دولة الإمارات، مدير نادي الإمارات للكشكي. ما شاء الله اليوم البطولة تختلف عن البطولات الأولية. طبعا اليوم شفنا طيور أفضل من المرة اللي فاتت، المربيين زادوا، الطيور زادت، أحجام الطيور تغيرت عند الشباب. ما شاء الله التنظيم وايد حلو. اخونا الكياي مو مقصر، عبد الله السراج مو مقصر، والله يعطيهم الصحه والعافيه، ومشكورين على الاستضافه، والله يجزاكم الخير والتوفيق. والله نحن بطولتنا بتكون تاريخ 1/2، بطوله رابطه الامارات، بتشمل تقريبا 6 نوادي اللي هي الكشكي واللونج فيس والجكوبين والشامسي والهومر والجاينت هومر، وان شاء الله بيكون الفريش موجود بعد، وان شاء الله بنكون تاريخ 1/2 في دولة الامارات في نادي الزيد في الشارجة. ان شاء الله نجيكم كلنا. وان شاء الله نتشرف فيكم نحن. Wait to see something. Wait. I remove what the shroud is open in the front. The neck is open. It's down, too much down. Remove it, this.